مارس بتتريق عليا ولا ايه؟ قول لي صباح الخير ياما. الله، وهي مصر دي ايه؟ مش مصر هي امي. يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر الام تعود عليك انت ان انت امي. ليه في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت ياما هاتي ابوس ايدك دي جايبينها ياما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص يا رمضان. ماشي. على كلك لقمه. أنا مش عارفة أنت واخد السنة من أولها على الحامي كده ليه؟ ياما ما أنت عارفة ياما، عارفة التعليم بالنسبة لي إيه؟ أول يوم في الدراسة ده هو كأني عريس رايح ليلة دخلتي فورا. طب يلا اعملها بجد؟ إن شاء الله. على الأقل أفرح بيك واطمن عليك قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أمي، بعد الشر. وبعدين هو أنا لقيت حاجة حلوة يعني قلت لأ، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ليه بقى؟ طب ده إحنا بلدنا اسمها 100 بدر حلاوي. 100 بدر ما عجبكش فيهم ولا باد؟ يا امي بس قبل ما نتكلم في الجواز نملى القلل. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه يا امي في موضوع الجواز ده. هو انا شخصيا ليا فلسفه ومقتنع بيها بصراحه. الجواز عباره عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم اتجوز بصراحه مش هتجوز غير الوحشه المعفنه. قولي لي ليه؟ قولي لي ليه؟ الحلوه ما بيجيش من وراها غير المشاكل وتمل بسرعه وتهجر الراجل. يا سلام، ومين قال لك ان الوحشه مش هتهجر وتسيبك وتمشي؟ يبقى ب60 خراره تغور في داهيه ما هي وحشه، ده انا هبقى الكسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم. التعليم اسمى رساله في الدنيا. انا قلت نملى القلل. استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجه بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني انت هو انا مش قايل لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ايه؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك. انت هتتعلم يعني هتتعلم. اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندق 4 من 50. ألف مبروك. ألف مبروك. بس انتهينا خلاص. اسمعوا بقية النتيجة. إبراهيم محمود أبو جبل أنا جبت كام؟ أنت خدت 62 من 50 يا أبو جبل. بارك له أخوك أبو جبل. باركوا له. مبروك يا أبو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الألف. حرف إيه؟ الألف. حرف الألف ده من الحروف المميزة، ولما بتبقى الهمزة فوق بنقول لما تبقى الهمزة تحت بنقول إيه. أنت يا بنت يا صباح، أنت بنت مذاكرة إيه؟ قولي لي يا بنت كلمة بتبتدي بحرف الإيه. إيه؟ لا إيه دي تقوليها لما ترتاح أنت وأمك كده جنب الفرن. جاتك نيلة. أنت يا واد أنت. أيوه يا فندم. قول لي كلمة بتبتدي بحرف الإيه. إليسة. مين يا أخويا؟ إليسة. مين إليسة دي؟ واحدة كده بترقص وتغني، بس إيه؟ زي لقطة القشطة يا فندم. نيل يا عجل يا هبل. أنت يا راجل أنت. قول لي كلمة بتبتدي بحرف الإيه. انتو. مين يا أخويا؟ انتو. مين إنتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكرة دي اللي هتوديك في داهية وتلحس دماغك. يا راجل اتعلم، ده العلام أهم حاجة في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فاضل له يومين ويموت. أهو لما الملايكة تسألك تعرف تجاوب. السيد وزير التربية والتعليم. ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقوله ابن رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا، وارجو انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ يكسر لك دراعك ورقبتك؟ لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئة. وايه اللي تحت عينك ده؟ دي؟ لا ده ابن عضو مجلس الشعب. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، دي اسمها فوضى. نعم الأستاذ رمزي ابن حضرتك. خليه يتنايل يدخل. ياسو. ازيك؟ على فكره انت ولد سافل وقليل الادب. ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسه بتاعتك يا كلب؟ داد كول داون، انا كنت بحوش عنه. الفصل كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص. مش صح كده يا مستر بهاء؟
الحقيقة الأستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. داد بليز. اخلص خالص. انا هنقلك من المدرسه دي، هوديك المدرسه اللي انا درست فيها في الارياف في بيت بدر حلاوه عشان تعرف ان الله حق. استاذ بهاء، انا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم. عقبال باقي الوزراء ما ينقلوا ولادهم من عندي يا رب. اسمع يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو لا خطوبه ولا قرايه فتح، ده اختبار للبنت وخلاص، اتفقنا؟ ايوه مال ايوه. واوعي تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش. ان شاء الله. يلا نط يلا ان شاء الله. ادعي الله يا ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ يعني شرفني وانا يعني هقول؟ لا ما انت مش هتقولي، ده ناص الزرع هتقول لي الف مبروك. هو اني فتانه؟ ماشي يما ماشي. مبروك يا ام رمضان. شايفه يما؟ عقبالك يا ام شلبيه. بالك ده الف مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. انت عرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا على امبارح عشان السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي امشي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. زفة كمان زفة يما. كل ده وما قلتيش لحد. تاني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مشاني دول همك. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عادة هناك زيجات كثيرة نبدأها بضحك ولكن تفشل في النهاية. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده. مرة واحنا بنكتب الكتاب، واللي بعدها مباشرة لما يموت تيجي تلقى عليه نظرة الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذة يا حاج سليمان، الأعمار بيد الله. أما بالنسبة لموضوع الأغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام مرفوض، يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطه مغمضه. اللي أوله شرط آخره نور يا حاج سليمان. ودلوقتي أنا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالإذن. بيمتحنها الاستاذ رمضان، بيمتحنها. ناجحه باذن الله. السؤال الأول، هل تضعين أحمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سي الاستاذ رمضان. إيه مناسبة الزغروطة دهيا؟ وإيه اللي دخلك في الكلام؟ أنا بسألك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان. عذرا يا أمي. أمي جاوب يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، امال الدم اللي بيبك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشها وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك او تكوينه او تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بت وانا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله علقك واعبطك قدام اهل بيتك اما اكون بسال حد الكل ينكتم. بت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد يا راجل انكتم. بت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قرفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضه عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص بقى يا رمضان، ما تحبكاش امال. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه ويا ريت جهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجه. الليلة دي سيبنا ونسى كل الدنيا دي وغمض. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على اغاني الهبطه وبس. بص بص يلا يا ما نمشي في البيت النجس ده. انت بتتشرط من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه، انت مالك وماله؟ ده انت تبت يا اخي، ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع انت؟ انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذرة يا امي، اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسه بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضه نومها، اقسم بالله العظيم من اوضه نومها. الاولاني اهو اسمه حمائي وكاتب لها على الصوره ناويه. ناوي على ايه يا تهاني؟
وبص التاني كاتب ليها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلادي. طب كنت خلينا انا بكره يا حاج سليمان. فضحتيليش. قلبي فهماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كورس انجليزي. ايوه يا شيري، بكلمك من 100 بدر حلاوه. ايوه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق، استنى شويه. طب ثانيه واحده، موف اوت ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. alright that's it. Take it easy يا هويست. اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا. لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. لا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. وانا قوموا اقعدوا ورا. اتفضل اقعد في اول تختي. لا I'll sit in the back. ايه بقى؟ In the back. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجه كده على ما اوسم بالهنا والشفا. Thank you. تأمرش بحاجه تانية؟ Ketchup. ليه؟ هو احنا قصرنا معاك في حاجه؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضه. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير، ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food يعني في حاجة. ده انت منورنا يا محمد.